السلام عليكم. اليوم الثالث في النظام ديال طيبات ديال الدكتور ضياء العوضي. بصراحه مازال ما فهمتش هذا النظام كيفاش ماشي كيفاش الشوكولا مسموحه والخضر لا. المهم احنا ماشيين في هذا النظام تنشوفوا فين غيخرج. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم بديت النهار ديالي بفطور اللي هو بسيط، واهم حاجه انني في هذا النظام واحد الحاجه حسيت بها انني ما كنحسش بالجوع. بحال دابا في الصباح فاش كنفيق كيمكن لي نجلس حتى الوحده ونص، عاد نفطر. بحال دابا هذا النهار خديت غير 3 ديال الحبات ديال الشريحه مع زويته بلديه لانهم صحيين وذكرهم بان مزيانين، وخديت معهم بنانه وكاس ديال الماء. صافي كان خفيف وبسيط زعما، وما حسيت بالجوع، بلا جوع بلا بجوع لا حتى شي حاجه. من بعد غندوزو للغدا. بالنسبه للغدا حاولت نبقى في الوجبات المغربيه كيف ما عودتكم، نظام صحي، نظام طيبات بهاد الشروط ديالو كاملين، ولكن كنحاول انني نبقى في الاكلات المغربيه. واخا هادشي فيه قوت بطاطا وداكشي، ولكن ما عندي ما درتش الا طلع حنا ماشيين معاه. خديت انايا الخبز عجنته بالقمح الكامل وبالنخاله وقرصته كذلك في النخاله، وطيبت الخبيزات ديالي كانوا صحيين وسهلين. من بعد خديت بطاطا قطعتها كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه عاديه، ودرتها في الكوكوط. انا عندي هذه ديال الضو كطيب بلا ما، درت معها غير واحد ربع كاس ديال الماء وزويتها بلديه ومليحه، وخليتها حتى تسلقات وطابت. حيدتها ومعستها ولا بعجتها هكا بالفرشيط، ودرت عليها زويته بلديه والكمون. بطاطا مسلوقه عاديه لانني درتها غراتان، درتها مسلوقه غير هكاك بالكمون. كل مره كيفاش كندير لها. المهم حنا كنحاولوا مع هاد البطاطا راه طلعت لنا في الراس لكن ما عندنا ما نديرو، حنا ماشيين مع هاد النظام. صافي ودزت الحوت، الشطون، درت الشطون رافقته مع هاد البطاطا، اللي هي بطاطا كيف ما قلت لكم بالكمون والزيت البلديه العاديه. خديت هنايا الشطون، درت معاه مليحه، وحتى البهارات او العطريه راها ممنوعه في هذا النظام. فالحوت ما يمكنليش نديرو بالعطريه، ولكن جا رائع بنين. ما توقعتش ان الحوت يجي بنين وهو ما فيش العطريه بحال اللي موالفين كنديرو قزبور ومعدنوس وثومه وداكشي. المهم هذا درت فيه شويه ديال الحامض مليحه وكمون صافي وشويه ديال الابزار. صافي خلطته مزيان صافي وقليته فندته في الدقيق ديال القمح وقليته. جا حتى هو زوين والله، الا جا رائع بنين، ما فيه لا ثومه لا تحميره لا. المهم ديك العطريه اللي كنديرو ديال الحوت ما درتهاش فيه وهكاك وجا بنين. والله القسم الا جا رائع، انا غيولي عندي معتمد الصراحه. جا بنين هكذاك. صافي قليتو. بطاطا كيف ما طابت، كيف ما قلت لكم، معستها هكا بالفرشيط ودرت ليها زويته بلديه والكمون. جات رائعه مع داك الخبيز ديال القمح. ايوا هذا هو الغداء كان، بسيط ومغربي 100%، ولكن ماشي في النظام ديال الطيبات. حنا مازال ما خرجناش على الخط. الحاجه اللي صدمتني او المفاجاه الكبرى في هذا النظام، الا لا قال لك الشوكولا مسموحه في هذا النظام. عجباتني هذه القضيه. خديت واحد 2 طريفات ديال الشوكولا، واحد مورا الغداء وواحد حتى العشيه. صافي خديته. صراحه عجبني الحال ولكن مازال ما فهمتش. انا تلفت ما عرفتش واش هذا النظام صحي ولا غير عشوائي. كاين اللي كيقول لك هذا النظام كيضعف، كاين اللي كيقول لك لا كيفاش غادي تضعف وهو فيه غير البطاطا والسكريات، يعني النشويات والسكريات بزاف. واش غير انا اللي حاسه هكا ولا حتى نتوما؟ تخليوا لي في الكومونتير الاراء ديالكم نتناقشوا فيهم، راني كنجاوب على لي كومونتير كاملين. ولكن بصراحه تفاجئت انني انا براسي نقصت 1 كيلو في هذا النظام. ماشي على هذا النظام دابا هذه شي 3 ايام ولا 4 ايام نقصت كيلو في الوزن ديالي. ما بقيت فاهمه حتى شي حاجه، واش هادشي اللي كندير مزيان ولا ماشي مزيان. المهم ما فهمتش. واخا كنبغي ننوع في الوجبات، ولكن كنمل لان غير بطاطا كنبقاو كنعاودوها وداكشي. ولكن المهم انا كنحاول كندير المجهود باش نخليهم وجبات مغربيه هكا بسيطه. كنتمنى ان شاء الله هذا النوع ديال الفيديو يعجبكم. خليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. شكرا لكم على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووجبات اخرى.